ودعا بولده الرضيع يودعه، فاتته زينب بابنه عبد الله وامه الرباب، فاجلسه في حجره يقبله ويقول بعدا لهؤلاء القوم اذا كان جدك المصطفى خصمهم. ثم اتى به نحو القوم يطلب له الماء، فرماه حرمله بسام فذبحه، فتلقى الحسين الدم بكفه ورمى به نحو السماء فلم تسقط منه قطره، وقال اول ما نزل بي انه بعين الله اللهم لا يكن اهون عليك من فصيل، الهي ان كنت حبست عنا النصر فاجعله لما هو خير منه، وانتقم لنا من الظالمين، واجعل ما حل بنا في العاجل ذخيرة لنا في الآجل. اللهم انت الشاهد على قوم قتلوا اشبه الناس برسولك محمد صلى الله عليه وآله، وسمع عليه السلام قائلا يقول دعوا يا حسين فإن له مرضعا في الجنة، فجاء به إلى قرب خيمة العقيلة، العقيلة زينب، وما رجع به إلى أمه لأن الأم لا تتمكن أن ترى ولدها مقتولا أمامها، فخرجت إليه العقيلة، فلما نظرت إلى الطفل وإذا به مذبوح من الوريد، والسهم نابت في نحره ودمه مسفوح على صدره، نادت يا خويا لطفل عني تخطي، انا مالي قلب يا حسين صدلي، اشوف انا بيحي وما رجلي، خويا خيبت العطش لاني الحق عليه، هذا الخيبت منا صحيت بي